палестинскими, она занята Израилем в разное время и разными способами, но в основном, конечно, с помощью. إنها الأرض التي يعيش عليها الفلسطينيون، إنها أرضهم التاريخية، وأكثر من ذلك كان من المخطط إقامة دولة فلسطينية مستقلة. برز دوره مع إعلان القوات الفلسطينية عن طوفان الأقصى. بدأ بإعلان دعمه لجهود التفاوض وحل الأمر سلميا بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إلا أن دوره تبدل إلى مناصبة الولايات المتحدة العداء في القضية الفلسطينية، انتهاء بتصريحاته الأخيرة عن تاريخية أراضي فلسطين. فما هي دوافع بوتين لهذه التصريحات؟ وما هي أهدافه من دعم الفلسطينيين؟ بوتين يدعم فلسطين بكل ما أوتي من قوة، فما السر وراء ذلك؟ منذ بداية إعلان القوات الفلسطينية عن عملية طوفان الأقصى، وبرز دور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين داعيا الأطراف إلى التفاوض والركون إلى حل الأزمة سلميا، إلا أن الفلسطينيين رفضوا التفاوض قبل انتهاء طوفان الأقصى من مهمتها. ومع إعلان الولايات المتحدة عن إرسال حاملة الطائرات جيرالد فورد إلى تل أبيب، وبدأت تصريحات بوتين تتغير بنسبة كبيرة، حيث بدأ في إدانة تصرف الولايات المتحدة، وأكد على أن هذا التحرك لن تكون له نتيجة سوى تأجيج الصراع أكثر وزيادة حجم التوتر بالمنطقة. هذا وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تؤيد دائما تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بشأن إنشاء دولة فلسطينية مستقلة. وقال بوتين خلال الجلسة العامة لأسبوع الطاقة الروسية: إننا نؤيد دائما تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأعني أولا وقبل كل شيء إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، وهذا هو أصل كل المشاكل. وأوضح أن موقف روسيا من تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لم يبرز نتيجة الأحداث المأساوية الأخيرة، بل تشكل على مدى العقود الماضية، لافتا وهذا الموقف معروف لدى الجانب الإسرائيلي ولدى أصدقائنا في فلسطين. كما علق بوتين على دعوات تل أبيب بنقل الفلسطينيين إلى سيناء المصرية، حيث صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن دعوات إسرائيل للفلسطينيين بالمغادرة إلى مصر لا تساهم في السلام، قائلا إن هذا الأمر لا يؤدي إلى السلام، منوها إلى أن هؤلاء الناس يعيشون على أرضهم. كما أكد بوتين أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية هي أحد الأسباب التي أدت إلى انفجار العنف في الشرق الأوسط. وكان الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قد قال في وقت سابق من اليوم إن روسيا تلتزم بمبادئ عمل متوازنة بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتحافظ على مسافة متساوية في الحوار مع الجانبين، ما يمنحها الحق في المشاركة بعملية التسوية. كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تصاعد حدة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مثال حي على فشل سياسة الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط. وفي تهديد صريح وواضح للولايات المتحدة، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمريكا من التدخل في حرب فلسطين وإسرائيل، وأضاف: إذا فعلت أمريكا ذلك فسوف نساعد فلسطين بشكل علني. وينظر محللون في دعوات بوتين لوقف الحرب وحقن الدماء بشكل عاجل وفوري رغبة منه في مناصبة الولايات المتحدة العداء، والتي تستمر في استفزازه أكثر بدعم الجيش الأوكراني بشكل غير محدود، وهو ما حذر منه مرارا وتكرارا. ربما لبوتين أهداف عميقة بعيدا عن التصريحات الإعلانية، فالكثير من خبراء السياسة حول العالم يؤكدون أن بوتين لا يلقي التصريحات من دون روية أو من دون أن يكون له أهداف من ورائها، ويعلقون على تصريحاته بأن فلسطين في قلب كل مسلم، بأنه يرغب في استمالة صفوف المسلمين والعرب حول العالم، حيث يعلم بوتين جيدا أن الحرب في أوكرانيا إما تنتهي بوجود روسيا أو بهزيمتها للأبد وتفككها، كما حدث مع الاتحاد السوفيتي قبل عقود، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية سببا في ذلك.
لذا فإن بوتين لا يرغب في أن تهنأ أمريكا بتواجدها في أي بقعة من العالم دون أن يكون الروس شوكة في ظهرها.